السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله تكونوا في أحسن الأحوال. هاد القصة اللي غادي نعاود لكم حقيقية 100%. وقعت لي مع واحد السيدة في السوق. كنا واقفين عند واحد مول الفولارات، وكان خاصني واحد الفولار. كنت كنقلب وهي تجي توقف حدايا واحد السيدة، قالت لي سبحان الله بنادم، قالت لي كاع ما كيقنع كيشري واحد الفولار وخصو يزيد الاخر يزيد الاخر يزيد الاخر. قالت لي انا عزيز عليا الفولارات بزاف. قلت لها الحمد لله، قلت لها الانسان كيشري داكشي علاش قد، واللي خاصو اللي ما خاصوش ما عنده ما يدير به. قالت لي لا، قالت لي انايا دائما قالت لي كنشري الفولارات، دائما كنشري. قالت لي فيا اللهفه ديال الفولارات ما عرفت علاش. قلت لها هو كل واحد وشنو فيه. وشويه بوحدها كتهضر بوحدها، سبحان الله العظيم فيها الهضره بزاف. كاين اللي فيهم ديك الهضره بزاف هكاك. قالت لي عرفتي شحال عندي ديال الفولارات؟ قلت لها شحال؟ قالت لي راه عندي 264 فولار. قلت لها واه ما يمكنش. قالت لي والله العظيم. قلت لها فين دايره هذا الشيء؟ قالت لي عندي واحد المتجر كبير، قالت لي وكنبقى قالت لي وقت ما شريت الفولارات كنديرهم تما. قلت لها واه واش كديريهم كاملين؟ قالت لي لا، مره قالت لي كنجبد شي واحد وكنديرو وكنزيد نشري. قلت لها هو داكشي اللي ما كديريش صدقيه. قالت لي لا، خرجت فيا عينيها. قالت لي ما نصدقش حوايجي، انا ما كنصدقش حوايجي. قلت لها علاش شنو فيها؟ قلت لها عندك 264 فولار ما شاء الله وتبارك الله، اش غديري بهم كاملين؟ قلت لها الا عندك غير 3 ولا 4 ولا نقولوا كاع الا كثرتي يكونوا عندك 10 كل لبسه ديري معها واحد الفولار، ولا الا بغيتي تبدلي ولا اخرين علاش. قلت لها وداكشي اللي كتزيدي تشري. قلت لها صدقيه ما فيها باس الا صدقتي. قالت لي لا، انا حوايجي ما كنصدقهمش. قالت لي راه ماشي غير الفولارات اللي عندي هذاك الشيء هكا. قالت لي راه عندي المريوم دكس بالحوايج. قالت لي ما عمرني ما عطيتش حاجه في حوايجي، وانا ما تيقتش والله الا جاتني هاد الحاجه غريبه بزاف وبغيت نشاركها معكم. واش فعلا كاينين الناس بحال هكا؟ انا والله الا تصدمت. قالت لي راه راجلي ديما كيدابز معايا على هاد الشيء. قالت لي من نهار تزوجنا، قالت لي وهو كينقر عليا دائما. قالت لي كيقول لي معمره ليا الدار بالشراوط، كيقول لي حيدي هاد الشيء، فين غاديه بهاد الشيء كله؟ قالت لك وانا والو، قالت لك اللي فيا هو اللي فيا ما كيتحيدش. قلت لها عرفتي شنو غديري؟ زعمي شي نهار وديري واحد الصاك كبير وبدا يحيدي كاع الحاجه نتاعك اللي قديمه ودازت عليها واحد المده ما لبستيهاش، عامين 3 سنين 4 سنين عمرك ما لبستيها، حطيها تما وتكون مزيانه ونقيه. وقلت لها صدقيهم ديها لشي عائله محتاجه، ديها لدوك الناس اللي كيخرجوا للنواحي تاع اكادير، عطيها لشي جمعيه اللي موثوقه. المهم قلت لها عطا الله لمن غتفرقي، راه غير قلت لها الناس اللي قراب ليك في الجيران وداكشي راه يكونوا ناس محتاجين. الطالبات اللي في الجامعه كاين مساكن اللي ما عندهمش كيبغيو يلبسوا باش يقراو. قلت لها ديال دار الرعايه راه عطا الله. قالت لي راه مشكل انا ما كنبغيش نعطي حوايجي. قالت لي عزاز عليا حوايجي، عزاز عليا. قالت لي ما تنبغيش نعطيهم. وكنشوف فيها واش كتمازح معايا ولا كتهضر بصح. السيده كتهضر بصح حيت ما كنعرفهاش وما بيني وبينها والو باش غادي تكذب عليا ولا نكذب عليها. وبقيت كنشوف فيها زعما شي حاجه ما كتدخلش للعقل نهائيا. سبحان الله العظيم، الانسان عنده كاع هذا الجشع في القلب ديالو، هذا الطمع هكا، وهذا الحب ديال الدنيا كاع هكا، وحب الحوايج سبحان الله. والله الا انا تخلعت. قولوا لي في التعاليق نتاعكم واش كتعرفوا شي وحده دايره بحال هكا، ولا هذه بوحدها واقيلا اللي دايره بحال هذا الشكل هذا. حيت انا لحد الساعه هذا الشيء راه داز عليه واحد المده، ودائما وقت ما دزت حدا شي واحد كيبيع الفولارات كنتفكرها وكنتفكر الهضره ديالها وكنبقى كنتصدم. سبحان الله العظيم. قلتها ليها، قلت لها هزي الفولارات ديري 3 في ميكات صغار، وقلت لها فين ما دزتي عطيهم، عطي لشي واحد اللي شفتيه محتاج وخاصه شي مرة محتاجه شي وحده، عطيهم 3. قلت لها ديريهم عندك وبقاي فرقيهم.
قالت تاخدي فيهم غير الاجر. قلت لها هكاك دابا مجموعين تما راه تلقايهم كاع فيهم التونيا ولا خنازو ولا حماضو ولا علم الله اش واقع فيهم كاع في داك المجر تما. قالت لي عرفتي، قالت لي راه بعض المرات قالت لي كنجبدهم كلهم، قالت لي وكنستفهم وكنعاود، قالت لي نعاود نطويهم ونعاود نحسبهم. قالت لي كل مره كيتزادوا حيت كنزيد نشري. قالت لي ونعاود نحسبهم ونستفهم في هذاك المجر. قالت لي وكنفرح ملي كنشوف عندي هذاك الشيء قد هكاك. ايوا سبحان الله، الدنيا هي هذه. شي كيفرحوا يصدق ويشوف الناس لابسين الحويجات وفرحانين وضاحكين وكيعرف راسو دار شي حاجه زوينه، على الاقل غير واحد الحاجه في النهار ديالو. وشي كيفرح يكنز دوك الحوايج ويكنز. سبحان الله، كل واحد الفرحه ديالو كيفاش دايره والنوع ديالها. ما نقدروش نحكموا على الناس. يقدر يكون فيها شي مرض نفسي كتبغي تشوف الحاجه ديالها عندها هي ما تشوفهاش في يد الاخرين، وتشوف الحاجه كتكثر عندها هكاك كتفرحها. ما نقدروش نحكموا على الانسان، ولكن هاد الحاجه اللي شفتها غريبه وعجيبه بغيت نتقاسمها معكم باش نشوف واش فعلا حتى نتوما كتعرفوا شي واحد بحال هكا او صادفتوه في شي بلاصه. نتسنى الردود نتاعكم. هذا الفيديو كان قصير شويه، غير بغيت نوصل لكم هذه المعلومه، ونتمنىكم تتابعوا الفيديوهات ديالي في القناه ديالي. راهم كتار الحمد لله، وكيحكيو على قصص فيها عبره وغادي تستافدوا منها. ونتمنى لكم يوم جميل، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ما تنسونيش من الاعجاب ومن التعاليق ديالكم الزوينه بحالكم. شكرا لكم.